اجواء اللقاء. بصراحه مباراه عقيمه يا جماعه فنيا، مفيش فرص فنيه تقدر تقول ان هي النهارده محمود جد تألق او العواد تألق النهارده. يعني سواء الشوط الاول رغم استحواذ الزمالك ورغم المحاولات، لكن يعني على استحياء كده انطلاقات من زيزو في اليمين، شلبي كالعاده الحاضر الغائب، ولو حضر في المباراه 10 ماتشات بعد كده ما يحضرش. وسط الملعب محمد شحاته بصراحه يمكن الوحيد اللي بيعافر وبيحاول هو يقدم المسانده والمعافره. وعبد الله السعيد يا جماعه مش محتاجين نتكلم عن عبد الله السعيد بصراحه. يعني عبد الله السعيد راجل 39 سنه او 40 سنه، ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله يعني مثال فعلا ان اي لاعب مصري يتعلم من الايقونه المصريه والاسطوره المصريه. عبد الله السعيد دوت معنى الالتزام ومعنى الاجتهاد. يمكن اخطر كره في المباراه هي الكره اللي اهدرها في اخر في الدقيقه 80 اللي اهدرها بصراحه وتالق فيها خالد صبحي مدافع المصري. خلاص اللي يمكن دي كان الزمالك كان هيخطف بيها المباراه. هي المباراه بصراحه كانت عقيمه فنيا، مفيش فيها فرص كبيره جدا. الشوط الثاني استمر الضغط. في المقابل الكابتن علي ماهر توقعنا من تشكيله المباراه النهارده ان بدا بالقرموطي في الشق الهجومي وفخر الدين بن يوسف وصلاح محسن. قلنا ان هو يلعب على الهجمات المرتده طبعا مع وجود خالد الغندور بيقدم الدعم في وسط الملعب مع سمادو ومع محمود حماده المتالق طبعا النهارده في وسط الملعب المصري. يعني الحقيقه المصري كان عامل زون ديفنس بشكل كويس، قدر ان هو في وقت من الاوقات ان هو كان يخطف المباراه. اخطر هجمه للمصري النهارده الكوره اللي اهدرها فخر الدين بن يوسف، يعني يا دوبك عدت من بقى يعني جنب العارضه كده جنب القايم. لكن هو المباراه بصراحه يا جماعه يعني قدر بصراحه، ودي نقطه حلوه بالنسبه للمصري. لكن الزمالك رغم التعادل